في مدينة الإسكندرية وفي أرقى أحيائها ولدت مروة الشربيني، مروة التي قتلت في ألمانيا أمام مرأى من الجميع، الجريمة التي اهتزت لها العالم في شتى بقاع الأرض للمطالبة بالقصاص العادل. هذا هو شارع 38 سابقا، والذي تم تسميته إلى اسم شهيدة الحجاب مروة الشربيني. أما سكان هذا الشارع فقد رأوا في ذلك الأمر سعادة بالغة. يعني بصراحة المفروض احنا لو نطول نعمل دكتور، مش نسمي الشارع بس على اسمها، احنا لو نطول نعمل لها تمثال هنعمل لها، لان ديت دفعت عن كل المعاني الإسلامية، وعن البنت المصرية اللي بتقدر بجد تحمي إسلامها وتحمي دينها وتحمي حجابها في أي حتة أو في أي مكان مهما كانت إيه هي. بني آدمة زي ديت يعني ضحت بكل ده عشان خاطر حجابها ولا عشان خاطر دينها، تعرضت لموقف زي دوت، وبعدين يعني يكون ان حاجة زي كده تحصل في ساحة محكمة في بلد زي ألمانيا، المفروض ان هي بتنادي بالديمقراطية وبتنادي ضد التعصب والكلام ده، كنا بنحصل لها حاجه زي كده واحنا نسكت، بجد دي حاجه ما تنفعش. يعني لو نقدر نسمي العالم كله باسم الدكتوره مروه الشربيني هنعملها، واقل حاجه ان احنا نسمي الشارع باسمها. لا احنا مش عايزين الشارع بس، كمان ده يا ريت نسمي المحافظه كلها. يعني انا سمعت كمان ان هم عايزين يسموا مدرج باسمها في الكليه، ده اقل حاجه ليها. يعني اسلام ابو المجد، انباء الاسكندريه المصوره.